في يوم من الأيام خالد كان راجع من يوم طويل في الشغل، ومن كتر التعب والإرهاق حاسس إن جسمه مش قادر يتحرك. أخيرا وصل البيت ودخل أوضته ورمى نفسه على السرير وغمض عينه وهو بيحاول ينام. ما كانش عارف إن الليلة دي هتكون هي بداية كابوس هيغير حياته كلها. أول ما غرق في النوم لقى نفسه فجأة واقف في مكان ضلمة وغريب وكأنه شارع مهجور. الدنيا كانت هادية بشكل مخيف والمكان كله ضباب. الجو بارد لدرجة انه كان حاسس بأشعار في جسمه بتجري في جسمه كله. فجأة شاف في الضباب ظل لواحدة ست لابسة نقاب اسود وماسكة شمعة قديمة بتطلع منها نار ضعيفة جدا. كان جسمها كله متغطي بالكامل ما عدا عينيها اللي كان باين عليها بتلمع، بس مش بتلمع بأي لون، كانت بتلمع بلون أحمر غريب. شكلها كان مرعب جدا ومش طبيعي. حاول خالد يتحرك ويبعد أو يجري، لكن رجليه ما كانتش قادرة إن هي تتحرك ولا حتى كان قادر إن هو يصرخ. الست دي قربت منه بالراحة وعينيها الحمرة بتزيد في لمعانها مع كل خطوة بتقرب منه. لما قربت منه حست إنه مش قادر يبعد عينه عنها ولا قادر إن هو يبطل إن هو يبص لعينيها الحمرة وهي واقفة قدامه. بصت له بنظرات مليانة كلها غضب وحقد، عمست بصوت مخيف: انت لسه فاكرني؟ انا مستنياك كل ليلة. خالد صحى من النوم مفزوع، أنفاسه كانت سريعة وقلبه كان بيدق جدا. حط ايده على قلبه وحاول يهدي نفسه ويقول ده مجرد حلم بس مفيش حاجة. لكن الليلة دي كانت مجرد البداية. كل يوم خالد كان بيشوف نفس الكابوس، نفس الست بالنقاب وعينيها الحمراء اللي كانت بتبصله. كل مرة كانت بتقرب منه أكتر وكأنها بتحاول توصله، لحد ما جه اليوم اللي حس فيه إنها مش مجرد حلم وإنها حقيقة. في مرة وهو ماشي في الشارع الصبح لمح في آخر الشارع نفس الست لابسة نقاب أسود وعينيها بتلمع نفس اللمعان المرعب اللي شافه في الحلم. قلبه وقف للحظة مش مصدق إن ممكن يشوفه في الحقيقة. حاول يقنع نفسه إن ده مجرد تهيؤات بس علشان الحلم اللي حلمه وإن عقله تعبان ومحتاج يرتاح. لكنه بعد ما مشي خطوة لقاها اختفت وكأنها سراب. حاول يخلي الموضوع يعدي وما يركزش فيه، لكنه كان كل ما يشوفها في الحلم كان بيشوفها في اليوم اللي بعده بشكل أكتر وضوح وكأنها بتتجسد ببطء في الواقع في كل حلم. الست كانت بتقرب أكتر لحد ما بقت بتبقى على بعد خطوة واحدة منه، وبدأ يسمع صوت همساتها المخيف في ودانه حتى وهو صاحي. وصل بيه الحال إنه بقى بيخاف ينام أساسا. بقى بيحس إنه كل ما يقفل عينيه هيرجع للمكان المخيف ده تاني ويظهر قدامه الكابوس اللي بقى كابوس حياته. كل ما الليل بيجي خالد بيحاول يقوم من النوم لكنه كان بيفشل في الآخر، وكل مرة يرجع يلاقيها مستنية. وفي ليلة من الليالي الكابوس كان مرعب أكتر من العادي. خالد لقى نفسه في مكان في الشارع الضبابي ده، لكن المرة دي الست كانت واقفة جنبه وهو حس برعشة بتجري في جسمه كله. الست مدت ايديها ببطء ليه وسمع صوتها وهي بتقول: دلوقتي الوقت حان يا خالد، تعالى. فجأة صحي خالد مفزوع، لكن للمرة الأولى الهمسات ما كانتش في حلم بس، كان خالد سامع صوت الهمس بيقول: أنا هنا، أنا قريبة. الصوت كان جاي من الأوضة وكأنها واقفة في الضلمة مستنياه. خالد حاول يتمالك أعصابه وقام يبص حواليه، لكن الأوضة كانت فاضية. حس إنه بيخسر عقله وهيتجنن خلاص، وإن الست دي مش هتسيبه في حاله سواء في الحلم أو في الحقيقة. اليوم اللي بعده قرر يحكي لصاحبه القريب منه أحمد، اللي لاحظ إنه بقى مرعوب جدا ومش قادر ينام. وأول ما قال له على الكابوس أحمد حاول يطمنه وقال له: يا خالد انت شكلك مضغوط بس ومحتاج ترتاح، كلها تهيؤات ومفيش حاجة. لكن خالد كان واثق ان اللي بيشوفه كان حقيقي، وقال لأحمد انه شاف الست في الحقيقة فعلا وانها بدأت تكون وراه في كل مكان.
أحمد قرر يقف جنب صاحبه وقال له طيب ماشي، أنا هبات معاك الليلة دي علشان تتأكد إن مفيش حاجة. ده بالليل خالد وأحمد قعدوا يتكلموا شوية لحد ما التعب غلب عليهم وناموا. لكن نص الليل أحمد صحى على صوت خبط غريب جاي من آخر الأوضة. بص حواليه لكنه ما شافش حاجة ورجع ينام تاني. لكن فجأة شاف خالد بيتحرك وهو نايم وبيبص ناحية باب الأوضة ووشه كان مرعوب. أحمد قال خالد انت كويس؟ هو في ايه؟ خالد بصله بعينين كانت شبه مغمضة وقال له بصوت هادي هي هنا، هي جت. أحمد اتوتر جدا وقام يبص حوالين الأوضة وفجأة لمح ظل اسود واقف في ركن الأوضة. كانت نفس الست بالنقاب واقفة، بس في الحقيقة المرة دي وعينيها الحمرة بتلمع بحدة في الضلمة. أحمد حاول يتحرك لكنه كان متجمد في مكانه من الرعب. الست بصت لخالد وقالت بصوت مخيف كل ما هتهرب هاجي وراك، وهاجي وراك اكتر من الاول، ما كانش ليك حل غير تواجهني. فجأة نور الأوضة اتطفى، ولما النور رجع الست كانت اختفت تماما. خالد وأحمد كانوا مرعوبين جدا وما كانوش عارفين يفسروا اللي حصل. أحمد اللي كان مصدوم من اللي شافه قرر إنه يساعد خالد بطريقة ما، وبدأوا يدوروا عن حل، وسمعوا إن في شيخ في مكان ممكن يساعدهم في طرد الأرواح دي أو الحاجات الشريرة اللي بيطردوها. لما راحوا للشيخ حكى له خالد إن في كابوس والست اللي بالنقاب دي اللي بتجري وراه في كل مكان وبتلاحقه، لكن بصله بجدية وقال له دي روح مش هادية تماما وشكلها ليها علاقة بمضيق. هل انت عملت حاجة او ظلمت حد؟ احيانا الارواح الغامضة بتفضل تلاحق الاشخاص اللي ظلمتها. خالد فكر وحاول يفكر في اي موقف او اي حاجة لشخص او حد يعني حصلت معاه اي موقف ان هو ظلمه او اثر فيه او كسره لاي شخص من زمان، وافتكر حادثة كده حصلت له من زمان مع واحدة كان يعرفها، وافتكر انه في وقت من الاوقات كان سبب ان هو في اذية ليها كبيرة لكنها اختفت من حياته تماما، وكان فاكر انها خلاص كده ايه الموضوع انتهى. الشيخ قال له روح اطلب منها ان هي تسامحك واعمل خير على قد ما تقدر، يمكن وقتها تهدأ واللي بيظهر لك ده يبطل يجري وراك او يلاحقك. من اللحظة دي خالد بدأ يروح يعتذر لأي حد ممكن أذاه، وبدأ يعمل خير كتير ويطلع صدقات كتير، وكل مرة يدعي ان الكابوس ينتهي. وفعلا بعد فترة الكابوس هدى واختفى وما بقاش يشوف الست اللي بالنقاب دي. لكن خالد ما كانش بينسى عينيها اللي كانت بتبصله او بتلاحقه على طول او بتطرده في اي حتة، لانها كانت تذكرة لاي حاجة ممكن يعملها وحشة او يتسبب في اذى حد، انه لازم يكون حريص شوية في حياته. بعد فترة من اختفاء الكوابيس واختفاء الست اللي بالنقاب دي، خالد بدأ يحس ان حياته رجعت لطبيعتها من تاني، وانه قدر اخيرا يبعد عن الرعب اللي كان بيطارده ده. لكن في اعماقه كان دايما عنده احساس انه ممكن ترجع تاني، وانه لو غلط اي غلطة تاني هترجع لكوابيس من تاني. وفي ليلة من الليالي خالد كان راجع البيت متأخر، وكان الجو هادي وغريب، وهو كان داخل العمارة حس كده ان في حاجة مش طبيعية، حاسس ان في طاقة سلبية في المكان. ورغم انه حاول يتجاهل الاحساس ده، كانت الحاسة اللي عنده السادسة حاسة ان في حاجة مش تمام بتحذره من حاجة غلط. وصل لباب الشقة وفتح الباب بهدوء، واول ما دخل الأوضة خطفت عينه كده في المراية اللي كانت جنب الأوضة لصورة وش الست بالنقاب، صورة ست بالنقاب وعينيها حمرة. اتجمد مكانه من الرعب وبص بسرعة للمراية تاني لكن ما شافهاش. حاول يقنع نفسه انها مجرد تهيؤات وانه متوتر بزيادة، لكن الصوت اللي سمعه بعدها خلاه يتأكد ان الموضوع لسه مخلص. سمع همسات جاية من اخر الأوضة بتقول فاكرني؟ افتكرت اني مش هرجع تاني. كانت نفس النبرة اللي بيسمعها والصوت اللي كان بيسمعه في الكوابيس. خالد بقى متوتر وسأل بتردد انت لسه عايزة ايه؟ انا عملت اللي قال لي عليه كل الناس اللي حواليا والشيوخ،
واللي قال لي ان انا اطلع صدقات واشوف الناس اللي انا غلطت في حقهم واعتذر لهم. الصوت رد بضحكة مخيفة وقال: مفيش مغفرة للأخطاء الكبيرة يا خالد. الألم اللي سببته معلم في روحي، وهفضل ألحقك لحد ما تحس بكل لحظة ألم أنا مريت بيها. بعد ما حس خالد بخطوات تقيلة كده بتقرب من وراه، وكأن خطوات حد بيمشي بالراحة، ومع كل خطوة بيحس ان هو جسمه بيقشعر اكتر، وجسمه بقى تقيل وكأنه مربوط في مكانه. لما حاول يبص وراه لقى انه مش قادر يتحرك وكأنه مشلول. وفجأة انعكست في المراية قدامه نفس صوت الست المخيف. الست واقفة وراه ورا ظهره بالظبط، وبصاتها كلها فيها حدية وغضب، وكأن البصات دي بتخش جوه جسمه تموته زي السكاكين. وبتقول له في غضب: أنا مش همشي إلا لما تعرف طعم العذاب. فجأة خالد وقع على الأرض، وكان حاسس بألم فظيع كأن حد بيدوس على جسمه بدبوس. بقى يسمع همساتها حواليه بتردد، وكلمات مبهمة هو مش عارف هي معناها ايه بالظبط. كلمات كلها بتعبر عن الانتقام. لما فاق لقى نفسه على السرير، مش عارف إذا كان اللي حصل حلم ده ولا حقيقة، بس كان متأكد إن العلامات اللي على دراعه كانت حقيقية، كانت زي حروق، كأن حد لمس إيده وولع في إيده تقريبا. من اليوم ده خالد كان بيشوف الست دي في كل مكان يروح له، في الشارع وحتى في مرايات البيت، وأحيانا كان بيسمع صوتها بين الناس، همسات بتهدده إن هي مش هتسيبه لحد ما يدفع الثمن. ما كانش عنده حل غير إنه يروح للشيخ تاني ويحكي له اللي حصل من جديد. الشيخ بصله نظرة كلها جدية وقال له: للأسف روحها مش عايزة مغفرة، هي عايزة تفضل معاك عشان تحس بالذنب والتأنيب طول عمرك. قرر الشيخ يساعد خالد بجلسة كده هيعملها معاه علشان يبعد أي روح أو أي حاجة أو أي روح شريرة بتحاول إن هي تطرده أو من تأثير الروح دي. طلب منه إنه يردد آيات معينة ويركز في الموضوع اللي هو فيه، إن الشخص ده يبعد عنه. يحاول يقرأ الآيات بنية إن الحاجة دي أو الروح الشريرة دي تبعد عنه تماما. لكنه أثناء ما هو قاعد معاه في الجلسة دي، خالد شاف الست تاني قدامه وقالت له: مهما حاولت عمرك ما هتتخلص مني، أنا جزء من ماضيك، هفضل معاك. بعد الجلسة خالد حس ببعض الراحة شوية، لكن كان عارف إن الست هتفضل جزء من حياته، إن لازم يواجه الحقيقة، وإنه مش قادر يهرب من الماضي اللي هو مش عارف عمل فيه إيه ولا إيه. ومن يومها كل ما كان يغلط أو يأذي حد كان بيشوفها تاني، وكأنها بتفكره بكل حاجة ممكن يعملها وحشة، وإن التمن الألم مش ممكن يكون سوى إن هي تطرده إلى ما لا نهاية. الأيام اللي بعد الجلسة اللي حصلت دي بتاعت اللي كانت مع الشيخ كانت مليانة كلها قلق ورعب. خالد حس إن الوضع بقى أصعب بكتير من اللي كان متوقعه. صحيح إنه حس ببعض الراحة شوية بس كانت مؤقتة، لكن الست اللي كان بيشوفها دي اللي كانت لابسة نقاب وعينيها حمراء بترجع تظهر له بشكل أقوى وأعنف من الأول. بقى يحس إن هي بتتحكم في حياته تقريبا، وإنها موجودة في كل مكان، بتراقبه وبتلاحقه وبتطارده كأنها ضله. وفي يوم وهو راجع من شغله قرر يدخل كافيه قريب يحاول يهدي شوية، يهدى شوية ويشرب قهوة ويشغل نفسه بحاجة جديدة. قعد على الكرسي اللي كان بالشباك وطلب كده كوباية قهوة، لكن بعد ما لفت حواليه شاف انعكاس الست في الإزاز اللي في الشباك اللي هو قاعد جنبه. كانت واقفة في مكان ضلمة وراه وبتبصله بنفس النظرة المخيفة. اتوتر جدا من الرعب ومسك الكوباية اللي في ايده وهي بتترعش، وحاول ان هو يقنع ان هي مجرد هلاوس. لكن فجأة انعكس صوتها في ودانه، قالت له: كل ما تهرب ههمس لك في ودانك وافكرك مفيش مهرب يا خالد، وكل ما تروح اي مكان هعذبك فيه. بقى جسمه كله بيتنفض وقرر يسيب المكان في اسرع وقت، لكن وهو خارج حس بايد تقيلة مسكت كتفه. التفت بسرعة لكن ما شافش حد،
لكن جسمه كله كان أشعر من الحركة دي. الإيد كانت حقيقية، كأن حد فعلا حط إيده عليه. كان واضح إن الست مش بتظهر له في مكان معين، لكنها بقت موجودة في كل مكان معاه. خالد قرر ياخد الموضوع بجدية أكتر، وبدأ يدور على أي وسيلة يقدر يخلص بيها من الموضوع المرعب ده. سمع عن شيخ بيقولوله إنه عنده قدرات خاصة في التعامل مع الأرواح العنيفة والجن، وراح له وحكى له التفاصيل بتاعته وقصته من البداية للنهاية. الشيخ سمع خالد بهدوء وقال له: الروح دي قوية جدا، أكتر من إنها تكون مجرد طيف أو جن أو كابوس. ممكن تكون روح مرتبطة بعقدة معينة، مش هسيبك إلا لو قدرت تفكها. خالد سأله: يعني إيه عقدة؟ إزاي أقدر أفكها؟ الشيخ رد وقال له: هي عايزة منك حاجة، ممكن يكون اعتراف أو تضحية. لازم تفتكر أي حاجة كنت سبب في أذاها. لازم تفتكر أي حاجة حتى لو أنت كنت سبب في أذيتها، وتواجه الذنب ده بشكل واضح. اليوم اللي بعده خالد بقى يفكر في كل موقف وكل شخص ممكن يكون أذاه أو عمل معاه حركة مش كويسة، لكن ما كانش فيه أي حاجة محددة. بقى محبط جدا، مش عارف يعمل إيه. الست بدأت تظهر له في بيته، مش بس في الأحلام، لكن وهو صاحي في نص الليل. كانت بتجيله وتقف جنبه في سريره، عينيها الحمرة بتلمع ونظرة الانتقام مش بتفرقه. وفي ليلة سمع صوت خطوات تقيلة جوه أوضته، وصوت الهمسات المتقطعة بتقوله: الوقت بيخلص يا خالد، لو ما جيتش للمكان اللي بدأنا فيه هحكم عليك تعيش الرعب ده للأبد. خالد فجأة استوعب إنها بتقصد البيت القديم اللي كان بيحلم بيه، فقرر إنه لازم يواجهها هناك. وفي الليلة دي راح خالد للمكان المهجور اللي ظهرت له فيه في أحلامه. كان المكان متغطى تقريبا بالضباب، والجو بارد بشكل غريب. دخل بحذر، وكان سامع صوت خطوات بتقرب منه زي ما كان بيشوفه في الأحلام. وفجأة لقى الست اللي بالنقاب دي واقفة قدامه، بس المرة دي كانت مختلفة. عينيها الحمرة كانت مليانة غضب وحقد ما شافوش قبل كده، وصوتها كان أعلى وأخشن. وواضح إنه هي لما قالت: انت سرقت راحتي وحرمتني من الأمان، لازم تدفع الثمن بالكامل. خالد كان واقف مرعوب، لكن قال: أنا بجد آسف، مستعد أعمل أي حاجة عشان أخلص من الرعب ده. الست ردت بصوت مخيف: حياتي انتهت بسببك، لكن انت حياتك مش هتنتهي بسهولة، هتعيش بألم ما ينتهيش زي ما أنا عشت. فجأة حس خالد بوجع في صدره فظيع، وكأنه حد بيخنقه. عينه بدأت تقفل بالراحة وهو شايف الست بتختفي في الضباب. لما فاق لقى نفسه لوحده، لكن الألم كان لسه موجود. في اليوم ده خالد بقى يحس تعب مستمر بشكل فظيع. بقى يشوفه في كل مكان، وكان بيشوفها في كل مكان بتراقبه. متأكد ان دي خلاص النهاية، ان العقاب حقيقي وانه هيعيش فيه كل يوم. وفي يوم خالد قرر يروح لبيت العيلة علشان يحاول يلهي نفسه بقى شوية من الكوابيس دي، ويطلع نفسه من المود ده عن الست المرعبة اللي بتظهر له في كل مكان. لكن المرة دي كان قراره مغاير. قرر انه يفتح الموضوع مع والدته ويحكي لها جزء من اللي بيمر بيه، وخصوصا تفاصيل الست اللي بتظهر له على طول، لعلها ممكن تساعده في فكرة او تفسير يخرجه من الرعب اللي عايش فيه ده. بدأ يحكي لوالدته عن أحلامه اللي بتتكرر فيها صورة الست المنقبة، وحكى عن ملامحها بالتحديد، عن عينيها الحمراء، عن نظراتها المرعبة. والدته فضلت ساكتة ومستغربة. ملامحها بتتغير مع كل كلمة بيوصفها، لحد ما قال كلمة إن عينيها حمراء، وساعتها والدته اتوترت وبدأ عليها الخوف. بعد ما خالد خلص كلامه سألته والدته بتردد: يعني انت بتشوفها في الحلم كده بعينيها حمراء ومتغطية وهي لابسة النقاب؟ خالد رد وقال لها: ايوه، دي بالظبط اللي كانت وصفها وملامحها، كأنها جاية من الماضي. في حاجة غلط ومرعبة انا مش فاهمها، كل مرة بشوفها بحس برعب غير طبيعي. والدته بصت له وقالت: المواصفات اللي بتحكي عنها دي
بتفكرني بحد قريبنا، واحدة قريبتنا اسمها عيشة. خالد استغرب وسأل: عيشة؟ مين عيشة دي؟ والدته ردت بصوت خافت كده وهادي: دي واحدة من العيلة كانت عايشة زمان، واسمها لحد دلوقتي لسه بنفتكره في العيلة بسبب اللي حصل معاها. عيشة كانت مشهورة بعينيها الحمراء، كانت عينيها حمراء كده من عند ربنا، يعني من غير أي مرض أو حاجة في عينيها معينة. عينيها كانت محمرة اللي كانت مصدر رعب أساسا وخوف للناس، وماتت في ظروف غامضة جدا ومرعبة. وبعد ما الناس قالوا إنها تعرضت لظلم كبير في الحقيقة، الكل كان بيقول إنها عايزة تنتقم من أي حد من نسل العيلة دي، لأن العيلة دي ظلمتها كتير. خالد اتوتر وبدأ يحس إن كل حاجة بقت واضحة قدامه. سأل والدته بتردد: طب إيه اللي حصل معاها؟ وليه ممكن تظهر لي أنا بالتحديد؟ والدته خدت نفسها كده وقالت: قصة عيشة كانت مؤلمة جدا، وهي كانت بنت طيبة لكن انطوائية شوية، والناس كانت بتبعد عنها عشان شكلها الغريب ده وعينيها المحمرة دي. حياتها كانت صعبة، ولما حصلت مشاكل كبيرة في العيلة اتهموها ظلم، وحصلت خلافات كبيرة بينها وبين بعض الشخصيات اللي في العيلة. بعدها اختفت فجأة ومحدش عرف عنها أي حاجة، لحد ما لقوها متوفية بشكل غامض في بيت قديم، المكان اللي كانوا بيقولوا إنها كانت بتروح له على طول. خالد فهم إن المكان المهجور اللي بتظهر له فيه الست هي نفس المكان اللي كانت عيشة بتعيش فيه، وإنه ممكن يكون ليه علاقة بالقصة دي كلها. سأل والدته: وإيه علاقتي أنا بالموضوع ده؟ ليه بتظهر لي أنا؟ والدته سكتت لحظة وبعدين قالت له: مش عارفة، يمكن حد من أسلافنا كان ليه دور في اللي حصل لعيشة، ويمكن غضبها أو روحها لسه بتلاحق كل العيلة، ولو كان في ذنب ارتكبه في حقها روحها ممكن تكون متعلقة بأي حد من السلالة دي. خالد بقى حاسس بالرعب أكتر، وحس إنه فعلا محاصر بلعنة عائلية مش قادر يهرب منها، وإن الست المرعبة دي مش مجرد كابوس، لكنها جزء من ماضي العيلة المؤلم، وجاية تنتقم من ظلم حصل من زمان. قرر خالد إنه يرجع للشيخ تاني ويحكي له عن اكتشافه الجديد ده. الشيخ سمع بانتباه وقال له: اللي بتحكي عنه ده بيوضح روح جاية تنتقم فعلا، وهدفها إن هي ترعب وتنتقم من كل اللي ظلمها. علشان تهدى لازم تقدم حاجة تظهر فيها ندمك، تثبت ليها إنك مش هتتجاهل اللي حصل لها، لازم تعمل خير كتير وتدعي بالرحمة ليها وتطلب المغفرة بشكل واضح، وتطلب لها المغفرة. ولو تقدر تروح لمكان دفنها أو البيت القديم وتحاول تطهره بقراية قرآن أو دعاء ليها. خالد قرر ينفذ الكلام بتاع الشيخ، وفعلا راح للمكان المهجور ده واللي بقت الست بتظهر له فيه أساسا، وبدأ يقرأ آيات من القرآن الكريم ويدعي لها بالمغفرة، وطلب منها بصدق إنها خلاص تسامحه هو والعيلة بتاعته وأي حاجة حصلت ليها. وفي الليلة اللي بعدها خالد بنفس الشارع اللي هو كان بيشوفه فيه ضباب، في المرة دي شاف الست واقفة، واللون الأحمر اللي في عينيها ده كان روح. بصت له كده بصة بس ما كانتش غضبانة قوي منه. قالت له: أخيرا حد سمعني، أخيرا حد فهمني. بعدها بدأت إن هي الصورة بتاعتها تختفي وتتلاشى في الضباب ده، وخالد حس إنه بدأ يتحرر من الرعب اللي كان فيه وعايش فيه من فترة. ومن اليوم ده الكوابيس اختفت تماما، والست اللي بالنقاب ما بقتش تطارده، لكنه دايما بقى بيحس انها مش بعيدة تماما، وانه دايما بقى يدعي لها بالرحمة ويقرأ قرآن ويروح للمكان اللي هي اتدفنت فيه ويدعي لها. ومن اليوم ده خالد حياته بقت اهدى تماما، وتعلم درس مهم جدا جدا، ان الظلم دايما بيطارد صاحبه، حتى لو صاحبه ده مات ممكن يطارد أسلافه، فلازم ياخد باله من كل تصرفاته وما يظلمش حد. من هنا تكون انتهت قصتنا وحلقتنا النهاردة. الحلقة لو عجبتك يا ريت تدعمنا بلايك وشير للحلقة،
ويا ريت برضه لو حاجه ما عجبتكش في القصه يا ريت يكون انتقادك يعني بناء جدا مش هدام، وان احنا بنحاول نطور من نفسنا في القصص شويه، وده بيكون بدعمكم وبدعمكم و بمساعدتكم طبعا في انكم تدعموني بلايك وسبسكرايب ويكون رأيكم معايا دايما، وطبعا كلامكم مهم بالنسبة لي، وبشكركم وبشكر اي شخص يعني كان رأيه كويس وكان مشجع. شكرا ليكم جدا، وان شاء الله في حلقات تانية كتير وقصص تانية كتير. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.